الطبيعي إن النكتة أول مرة بتضحك، تاني مرة ممكن تبتسم، تالت مرة تبدأ تزهق تقول كفاية بقى. الأزمة مش في النكتة نفسها، الأزمة هنا في التكرار الخايب اللي من غير أي إبداع. وده بالظبط اللي بيحصل كل سنة من المطاريد، نفس الاسطوانة المشروخة، نفس الجملة، نفس السيناريو الكسلان الخيبان، ما عندهمش غير نغمة واحدة متكررة ومملة. النظام هيقع، بس معلش حظ أوفر المرة القادمة. خلونا نبدأ الحلقة. أنا لؤي الخطيب، ودي حلقة جديدة من انحياز. لا عادي على فكرة، مش نكتة يعني. الناس بتحلل الواقع قدامها، مش بتغمي عينيها عن المصايب اللي بتشوفها. وحتى لو انت اعتبرتها نكتة فهي بتضحكني برضه. طب ربنا يسعدك انت وكل اللي لاغين مخهم زيك يا حويط. عموما علشان انت حبيبي بس خد اضحك على ده. أنا من وجهة نظري ومن رأيي والله أعلم أن السيسي راحل، يعني رحيل عبد الفتاح السيسي مؤكد بالنسبة لي. فين الضحك في كده؟ الضحك هنا يا حويط مش انهم قاصدين يضحكوك انت واللي زيك، الضحك هنا انهم بيضحكوا عليكوا بالكلام ده. ده الرد المعلب اللي بيستخدموه المقاطيع كل سنة، مجرد ما تحصل أزمة صغيرة أو كبيرة، محلية أو إقليمية، أزمة زي أي أزمة بتمر بيها أي دولة، على طول تتفعل الخاصية وتسمعهم كلهم بيقولوا أنت الآن على باقة الثورة قادمة. بس انا ما بيضحكش عليا وفاهم كويس قوي الحمد لله. المشكلة إنك مدلس، وكلنا عارفين وشهادتي فيك مجروحة، وأي حاجة هيقولوها حبايبك هتقول سمعا وطاعة من غير ما تشغل مخك، ده لو موجود أصلا. لا بقى، انت شكلك ما تعرفنيش كويس. انا في التحليل والتدقيق وتشغيل الدماغ ما اقولكش. يكفيني فخرا ان اقولك ان تربية اعلاميين كبار زي الاستاذ محمد ناصر والاستاذ معتز مطر والاستاذ عماد البحير. ده ايه مستوى الصراحة اللي انت واصل له النهاردة ده يا حويط؟ انت بتقول على دول اعلاميين وكبار؟ هم اعلاميين كبار فعلا بس في السن. اقعد هزر وخلاص انت. بس خلي بالك اللي احنا فيه ده كله بسبب ان احنا كفرنا بأنعم الله ورحنا عملنا 30 يونيو. يا ساتر يا رب، هي وصلت لكفرنا بأنعم الله؟ جبت الكلام الكبير ده منين؟ ما انا عارفك ما بتجيبش حاجة من دماغك. هو ربك كده بس موضة، ربك كده يا جماعة، ربك كده مع فرق التشبيه. لكن الآية كده: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. الكفران هو إيه؟ نكران النعمة. الكفران هو نكران النعمة. لا مش عاجبنا، مش حلو. طب شفت الحلو؟ جالك الحلو؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس، خلي بالك، لباس يعني ايه؟ الحاجة اللي بتلبسها تبقى لازقة في جسمك. ايوه فعلا، هي في عهد مرسي كانت آمنة ومطمئنة، واحنا اللي اتبطرنا وكفرنا بأنعم الله. شوف يا اخي ازاي. عموما انا مش مستغرب، مش جديدة عليكم خالص. ما هي تجارتكم دايما هي خلط الدين بالسياسة. انا عارف انت زعلان ليه، مش من كلام استاذ عماد ولا من خلط الدين في السياسة. انت زعلان عشان قالوا النظام هيقع. الآن يعني ضحكتني يا حويط. يا ابني هقول لك تاني وتالت وعاشر، احنا في دولة مؤسسات، عشان كده عمرنا ما بنقلق. المؤسسات دي هي اللي بفضل ربنا حمت الدولة وهتحميها من موجات التسونامي اللي بتستهدفها من 2011 لحد دلوقتي. بس انت يا حويط مين مأكد لك قوي قوي يعني حوار سقوط النظام ده؟ ولا اقول لك تعال نشوف على طول مين اللي قايل لك. هنطرح سؤال مهم جدا: هل الشعب فعلا عايز يسقط النظام أم خايف من الفوضى؟ ياه، سؤال جديد ومبدع ومفاجئ. يعني ايه؟ مش فاهمك. لا عادي يا حويط، اصل دي النكتة البايخة اللي قلت لك عليها من شوية لما زعلت. النوع ده من الأسئلة بنسمعه بقالنا 12 سنة، بس ما فيش مشكلة. كمل يا سامي، المايك معاك. ناس كتير بتسأل من السوشيال ميديا أو على السوشيال ميديا: هو الشعب ساكت ليه؟ ليه ما فيش انتفاضة؟ ليه ما فيش غضب جماهيري؟ طب وبعدين يعني البرومو ده مش هيخلص بإجابة؟ ما تقول ليه يا ابني؟ اقول لك انا. قول يا سيدي. بسببك انت يا لؤي. أنا؟ ايوه انت وكتير من الاعلاميين اللي واهمين الناس ان لو حصل اي حراك
الدنيا هتخرب وهتحصل فوضى. طب هو عموما يبقى لينا الشرف يا حويط فعلا، لان دي الحقيقة اللي انتوا بتحاولوا دلوقتي تشككوا الناس فيها، وحبايبك بيقولوا فوضى ايه دي فزاعة والاعلام بيضحك عليكم بيها، مع انها عين الحقيقة. يعني بص حواليك يا حويط. فين؟ مفيش حد جنبي، ده المصور. ما هو فعلا ده مستوى ذكائك حبيبي. بقولك بص حواليك على المنطقة، شوف ايه اللي بيحصل في الشرق، طب بص على الغرب وشوف ايه اللي بيحصل، شوف ايه اللي بيحصل في البحر الأحمر. انا كده هيجيلي دوار بحر منك وهدوخ. لا يا عم البحار، انا قصدي بص هتشوف انت كمصر مستهدف ازاي. بس ما علينا، خلي أستاذك سامي بيه يكمل كلامه. والإجابة مش دايما على فكرة إن الشعب خايف أو الشعب، لا يا جماعة، الشعب فاهم اللعبة كويس وأكتر من المعارضة نفسها. الشعب المصري شعب ابن حنت وشعب معلم وشعب لعيب. طيب هو الشعب المصري كده كده يا سامي ابن بلد غصب عنكو، بس فين الإجابة؟ طب ايه اللي حصل حتى خلاكوا توصلوا للتحليل العبقري ده؟ بس يبدو ان في نار تحت الرماد. بالظبط، النار نايمة وخلاص، ميعاد الاشتعال جه. اهدى شوية يا عم الكبابجي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش بقولك مضحكين والله. طيب يا أستاذ ناصر، هتفسر كلامك ولا هنقضيها أسئلة وبروموهات زي الأخ سامي؟ نسأل الله تعالى إن ربنا يزيح عن مصر الغمة دي. صدقت والله. والله صدق فعلا، نسأل الله أن يزيح عن مصر الغمة. ايه ده اللي هي ايه؟ اللي هي انتوا. نسأل الله أن يخزي كل من أراد بهذا البلد سوءا وتآمر ضدها. اكيد دعاء استاذ ناصر هو اللي هيستجاب. مش مستغرب يعني، ما انت تلميذهم، هم علموك عادي انهم معاهم المفتاح، مفتاح الدعاء ومفتاح الغفران ومفتاح الجنة ومفتاح 10. ده اللي هفتح بيه دماغك لو ما بطلتش سخافة واستظراف. عموما خليهم يدعوا، ما أساتذتك دول بيدعوا عادي من 10 ولا 12 سنة. كملوا يا جماعة، مفيش مشكلة. نكمل ايه دعاء؟ لا، يكملوا الهري بتاعهم اللي انت بتذاكره وراهم. طيب سامي الفلحوس وصل لإجابة ولا لسه؟ الشعب مش بينزل يعمل فوضى ليه؟ قول يا سامي. الناس خايفة من تجربة الثورة والجرح المفتوح اللي اتفتح قبل كده. ايه الكلام ده؟ لا 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 لا، اكيد في حاجة غلط، يعني خليه يكمل. انت تؤمر يا حويط، كمل يا سمسم. كان حلمنا بمصر جديدة، لكن بعد الثورة جات الفوضى وجات جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ والثوار والخلافات والخناقات. سبحان الله يا سامي، شوف يا أخي، تبقى بتتكلم والحقيقة تتقال على لسانك غصب عنك، لحد ما جه الإخوان فجات الخلافات. بس أنا هقول لك بصراحة، يعني هي مش جات الخلافات، هي جات الفوضى المخططة من قبل كده، قبلها بكتير قوي. وكل لبيب بالإشارة يفهم. ووصل الإخوان للحكم وكانوا هيكملوا اللي متخطط ليه من قبل كده بكتير قوي. لولا الملحمة بقى اللي عملها الشعب واللي اتوجت بالبيان. لا 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 لا، بلاش تاني يا ابني، وانا مش كنت عالجتك من الترومة دي الحلقة اللي فاتت؟ اهدى، هقولها مرة واحدة ما تقلقش. الملحمة اللي اتوجت ببيان فخامة الرئيس السيسي ودعم الجيش وانحيازه لثورة 30 يونيو. يا عم صباح الفل، انسى بقى حوار 30 يونيو ده. بقول لك الدولة هتنهار وكل حبايبنا اللي بره هيرجعوا، المعارضة هترجع تاني يا لؤي. الحق خليك في صفي علشان هنصفي، لا مؤاخذة. اهو ده بقى عشم ابليس في الجنة او في المشمش او بقابلني او ادي دقني، حاجة في الرينج ده يعني. ايه كل ده؟ ردود على كلامك العبيط، لا مؤاخذة يا عم حويط. خد بقى الرد اللي على مقاسك. سؤال صريح وجاوبني حضرتك عليه، وانتوا شايفين الصورة أحسن مني. هل الشعب فقد الثقة في التغيير وفي المعارضة؟ لا والله ما فقدتش أبدا الثقة فيها، دول ناس ضحوا بحياتهم وعايشين في المنفى. هو ايه حوار المنفى اللي انت ماسكه ده يا ابني؟ انت فاكر نفسك بتتكلم عن سعد زغلول؟ وبعدين اللي بيعارض بنزاهة وشرف بيبقى جوه بلده بيقول اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت بيبقى أول واحد واقف ضد أي مخططات لهدم الدولة، وفي نفس الوقت برضه بيرفض يجيب سيرة بلده بحرف واحد طول ما هو مش موجود فيها. دول المعارضة الوطنية، إنما بتوع المنفى بتوعك دول شوية مأجورين أراجوزات بتحركهم الدولارات. وبعدين أنا عندي سؤال يا حويط، أنت محموق قوي كده ليه؟ يعني إذا كان أستاذك سامي بنفسه فقد الثقة في المعارضة. اتفضل. المعارضة بره عبارة عن شلل مع بعض، جروبات، مجموعات زي النظام. اللي ما يقولش أمين مش تبعنا، ومش تبعنا مش معناه خلاص كل واحد في حاله. لا يا باشا. اهو يا حويط بيقولك ان اصحابك في المنفى اللي هو مسميهم المعارضة
وهم مش معارضة، هم جواسيس، ومش في المنفى، هم هربانين. المهم يعني انهم عاملين لا مؤاخذة شلل، وكل شلة بتحارب في الشلة التانية. عشان ايه بقى؟ عشان ايه؟ اقول لك يا حويط، عشان الفلوس والنفوذ والتمويلات، المكاسب يعني. مين هياخد حتة أكبر من التورتة في مقابل إنهم يضحكوا على أمثالك لا مؤاخذة ويخدروهم بالتدليس بتاعهم؟ تورته؟ هم بيعملوا عيد ميلاد في المنفى؟ أعياد ميلاد. اسكت اسكت عشان ما تطفيش الشمعة في قفاك. كمل يا سامي، كمل وعرف حويط اللي ما بيقولش أمين لشلة المعارضة اللي أنت مسميها معارضة بيحصل له إيه؟ معناه الحرمان من عمل، من رأي، من بيت، من جنسية، من مكان، من بلد. المعارضة لو شاورت لهم على غلطهم تتخون وتتركن وتتمنع من انك تشتغل او تحس بالامان انت او اولادك. الميديا تتقفل عليك، تتمنع تقول رأيك. واذا قلت رأي مستقل تبقى بتخدم على السيسي، واذا تواصلت مع ساسة او برلمانيين او ناس تبع النظام. ايه تعليقك يا حويط على الكلام ده؟ لا، احنا مأمورين بتجنب الخوض في الفتن، وده كلام يعمل فتنة. ده انت مفيش منك رجا خالص، بس انا مش هسيبك برضو. اسمع، يعني لسه فاضل حتة من الفتنة. خلاص ماشي، انت صح. ايه الحل؟ لازم احنا ننزل نحكم. ايوه ماشي، انا موافق تنزلوا تحكموا. ازاي؟ لما نسقط نظام السيسي. ايوه زي الفل، الكلام جميل. هتسقطوه ازاي؟ مفيش صوت صرصور الحق. او بيدوروا بحورين يا طيطه. اختلفوا مع صحفي انتقدهم مره، نزلوه يبيع شرابات في شوارع اسطنبول عشان يصرف على عياله. اهو انت يا حويط بقى لو ما فوقتش معايا كده وحاولت تساعد نفسك وتفهم، هنبعتك هناك تشتغل صبي مع الراجل بتاع الشرابات اللي هي بيبيعوا 3 شرابات ب10 ليرة دول. ربنا يسامحك يا لؤي. دلوقتي خلاص بقيت لطيف وبتاع، اول ما تضلم في وشك تتمسكن. دي اللي بيقولوا عليها معارضة يا حويط. دول اللي عايزين بعد الشر عننا يعني يحكموا تاني. دول النبلاء بتوعك اللي عايشين في المنفى. وعلى فكرة كلام سامي ده مش جديد. الخلافات والفضايح بتاعت الإخوان بتحصل من 10 و12 سنة، بس في ناس زيك مغمضة عينيها أو بتعمل نفسها مش واخدة بالها. الإخوان والمطاريد يا حويط ملهمش أي هدف غير إنهم يهددوا استقرار البلد دي. أي كلام وخلاص، ولا عمرنا شفنا منهم أي مخطط ضد البلد. يا راجل، طب مش هنرجع لورا قوي. من كام يوم بس حركة حسم الإرهابية اللي هي بتاعت حبايبك نزلوا فيديو في مخيلتهم، في خيالهم إنهم بيهددوا بيه الدولة المصرية، لكن شوية وحاولوا يخفوه. لا معرفش، أنا ما شفتش الفيديو ده. يا راجل، مع إن حبايبك شافوه. طب اتفرج. فيديو منسوب لحركة حسم طلع فجأة قبل أيام من جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. ده إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ ده صدفة يعني؟ اللي بيحصل ده محض الصدفة؟ إيه ده؟ ده كده في حاجة ورا الفيديو ده بقى. دي محاولة لتشويه المعارضة. وانت مش كنت لسه من شوية ما تعرفش أصلا إن في فيديو؟ فجأة حللت ودققت ووصلت النتيجة كمان. يا سلام عليك يا حويط. يا جماعة، يا أبو العربي، شاكك في إيه؟ قول لنا. اللي طالع في الفيديو ما فيهوش أي وعي في الكلام ولا حتى لهجة المصريين، باستثناء طبعا الآية اللي في القرآنية اللي في الأول، ودي متاح ان اي حد يستخدمها بصوت الشيخ الحصري عشان يعني يبقى ايه، بيدللك على ان الفيديو مصري. يعني عايز اقول لك ان الفيديو ده مصري من قلب مصر، وقلب مصر يعني الشيخ الحصري. يعني ده مش ارهاب يا ابو العربي؟ امال مين من مصلحته يا جماعه ينشر الفيديو ده؟ يعني هيستفيد ايه؟ طيب فهمونا، يعني يمكن نستفيد منكم اي حاجه. مين قال احنا دي جماعه حسم الجماعه المصريه او الحركه المصريه؟ مين المصدر؟ هذا المصدر الدرامي الحقيقة المفروض يعطى يعني جايزة في مهرجان كان على هذا الإبداع في الأكشن. يا حضرات، للأسف الشديد اللي بنشوفه قدامنا ده واحدة من لقطات استدعاء النظام لفزاعة جديدة. النظام الآن اللي على مدار 12 سنة فشل في كل الأشياء إلا وضع الشماعات، منها شماعة العنف والإرهاب. أيوة فهمت. يعني عايزين بقى يعيشونا في رعب على أساس إن في إرهاب وكده، نفس المسلسليات. يعني أنا أتمنى إنك تفهم بجد يا حويط، يا ريت تفهم. هو في سؤال هنا بس الأول، يعني إيه شماعة العنف والإرهاب؟ طب يعني إحنا بنتكلم عن إرهاب كان بيحصل قدام العالم كله، مش بس المصريين. فاللي كان بيحصل في سينا ده كان إيه؟
الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة والشرطة دول كانوا بسبب إيه طيب؟ البطولات اللي اتقدمت في العملية الشاملة في سيناء كانت إيه؟ قلت لكم قبل كده إحنا فاكرين وفاكرين كويس، مش محتاجين الحمد لله أوميجا 3 عشان نفتكر، فبلاش اللعبة دي. ممكن تقول لي تقصد إيه بالشماعة؟ ده الفيديو حضراتكم اللي هم هيتاجروا بيه النهارده وبكره والسنه الجايه يقعدوا سنه يقول لك الارهاب يا باشا، الارهاب عاد، احنا بنحارب الارهاب. بتضحك على ايه؟ بضحك عشان نفس اللي بيتكلموا دول على مدار السنين اللي فاتت كانوا بيهاجموا أي حد بيشيد بنجاح الدولة في القضاء على الإرهاب بعد حرب شرسة معاه، وكانوا برضو بيتهموا الدولة إنها بتتاجر بالقضاء على الإرهاب وبتحاول تصدر للمواطنين إنجازات ليها. دلوقتي بقت الدولة هي اللي عايزة الإرهاب. اختي كده ينفع وكده ينفع. عايز تلزق تهمة الإرهاب بالإخوان وخلاص. ألزقها بيهم؟ هم الإخوان أصلا بيعملوا إيه؟ هو أنت صدقت حوار الشرابات ده ولا إيه يا حويط؟ وبعدين أنت مستبعد ليه إنهم إخوان؟ يعني أنا برضو مش هخليك ترجع لورا قوي. إبريل اللي فات تيار الكماليين اللي هو اسمه المكتب العام التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي طلع بيان بيقول فيه إن مواجهة الأنظمة العربية وطبعا منها النظام المصري باتت ضرورة استراتيجية لابد منها، وقال برضو إن المواجهة أصبحت واجب تاريخي لا مفر منه. ها يا حويط، كانوا بيدعوا عناصرهم إنهم يواجهوا الأنظمة، فعناصرهم نفذوا الكلام ده وطلعوا الفيديو. إيه بقى؟ بيبيعوا إيه هنا؟ شرابات برضو ولا إيه؟ عموما شوفوا أيها المطاريد، أجهزة ومؤسسات الدولة دي قضت على الإرهاب في سيناء والحمد لله في عموم الجمهورية، وأي حد هيحاول يقرب منها هو اللي هيدفع ثمن غالي. مواجهتنا مع الإرهاب من فضل الله انتهت والحمد لله انتصرنا عليه، لكن نفس الأجهزة والمؤسسات دي جاهزة لرصد ومواجهة والقضاء على أي تهديد يحصل في المستقبل ويحاول يستهدف البلد دي تاني. حسم بقى أنصار مش عارف إيه، كل العيال الهبلة دي ولا يسووا أيا كان نوع التهديد. بس في حاجة عايزك تسمعها يا حويط. انت بتتعامل مع دولة الأجهزة في مصر يا جماعة مش ضعيفة، جهاز المخابرات المصري مش جهاز ضعيف، الناس دول بيشتغلوا وبيشتغلوا بجد، بيشتغلوا شغل تقيل، بالذات الأجهزة اللي بتشتغل خارجي. عايزك تسمع الفيديو ده كتير بقى يا حويط. مش انت بتحب أساتذتك؟ اسمع بقى واحد منهم اللي هو سامي كمال الدين وهو بيقول الكلام ده، اسمعوا كتير، اعتبروا أغنية في ألبوم عمرو دياب الجديد، وأنا مش هعلق خالص. لكن أنا بس في سؤال مهم لسه عايز أجاوب عليه، سايبهولك من أول الحلقة يا حويط. سؤالي اسمع بنفسك. هو الشعب ساكت ليه؟ ليه مفيش انتفاضة؟ ليه مفيش غضب جماهيري؟ طيب أنا بقى هكسب فيكوا ثواب وأجاوب على السؤال ده. الأحداث اللي حصلت في السنين الأخيرة كشفت حاجات كتير قوي، أولها كسب الدعم الديمقراطية اللي صدرتها دول كبيرة عن طريق دعم وتمويل مؤسسات وجمعيات بعينها. أظن اتضح للكل إن المبادئ دي فنكوش، فده معناه إن كل اللي كان بيتقال والدعم اللي كان بيتقدم من قبل 2011 ما كانش لوجه الله، وما كانش هدفه دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والكلام الحمصي المنمق الجميل ده. أمال كان هدفه إيه؟ كان هدفه الفوضى. الفوضى يا عزيزي حويط. الشعب بقى قاري المشهد ده بوضوح جدا وشاف زي ما قلت لك الدول الكبيرة اللي كانت بتتكلم عن المبادئ وهي عاملة نفسها مش واخدة بالها من إبادة بتحصل على مرأى ومسمع من العالم كله. الشعب بقى فهم الدرس وعارف دلوقتي إن المطاريد مطلوب منهم ينفذوا السيناريو الجديد. الشعب شاف اللي حصل في سوريا وقرأ كويس اللي ما بين السطور. الشعب عارف وفاهم إن في أزمات ومشاكل، طبيعي وحقه يتكلم ويطالب بتطوير أكتر ويطالب بإصلاح، كل ده طبيعي. لكن في نفس الوقت هو عارف إن مؤسسات الدولة هي الاختيار الآمن عشان التطوير والإصلاح يحصل من خلالها، لأن المؤسسات دي هدفها الأول إنها تحمي أمن البلد، تحمي الأمن القومي بكل مفاهيمه، سواء بقى حماية حدود من الإرهاب أو غير الإرهاب. واخد بالك يا حويط؟ ممكن توصل الرسالة دي ليحيى موسى وأصحابه. عشان كده الشعب مطمن وبيدعي ربنا يديم عليه الأمن والأمان، عليه وعلى دولته، على مؤسسات دولته. فمعلش بعد إذنكم هنتعبكم معانا، ممكن تشوفوا نكتة تانية جديدة غير النكت اللي انتوا بتقولوها لأنها بايخة جدا جدا. يعني حاولوا تجتهدوا، وفي عروض ستاند اب كوميدي كتير ممكن تجربوا تتفرجوا عليها، يمكن تتعلموا منها حاجة. ولو ان المطاريد والإخوان معروف ان دمهم تقيل
جدا. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.